السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم قناة عبد الرؤوف. كما عودتكم دائما فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي. ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كامل بخير وعلى خير وفي صحة جيدة ان شاء الله. الوصفة اللي حضرتها معكم نهار اليوم هذا هو وقتها البراج ولا مبرجة كل بلاصة وكيفاه يقولوا لها. جبتها لكم على الطريقة اللي محتمدتها واللي جامي نبدلها، يجي مبسس ويتفتت في اليد ما شاء الله. لازم عليكم تضبطوا المقادير وتتفرجوا الفيديو من البداية حتى النهاية باه ما يفوتكم حتى مقطع. اي وحدة مبتدئة راح تنجح فيه باذن الله، راح يكون ناجح 100%. انا عليا بالوصفات الناجحة وانتم عليكم بالجام والاشتراك وجزاكم الله كل خير فضلا وليس امرا. نبداو بسم الله بالمقادير وطريقة التحضير. هنايا عندي سميد، نوعية السميد يكون متوسط، ما يكونش خشين بزاف، ما يكونش هذاك السميد كيما تاع قلب اللوز هذاك الخشين كي تجي تاكليها كتسيبيه يتغزغز. لازم يكون متوسط رايح شويه للرقيق، ما يكونش رقيق بزاف، متوسط رايح شويه للرقيق ماشي رطب كامل. هنا عندي 3 كيلو تاع السميد قلت لكم المتوسط. وباه ما يجينا الصامت هنايا ضفت الملح، ضفت كميه تاع الملح، ضيفوا كميه تكون مليحه. هنا مغرف مملوءه جيدا تاع حليب البودره اللي راح يعطينا واحد الطراوه والخفه للبراج تاعنا، راح يجينا من اروع ما يكون. هنايا ضفت مغرف كبيره تاع السكر، من المستحسن ضيفي مغرف كبيره تاع الحسل، انا ما كانش عندي الحسل ضفت السكر. هذه مغرف تاع الحسل ولا مغرف تاع السكر من بعد راح تعطيكم تحميره بزاف شابه للبراج تاعكم. هنايا عندي 250 غرام تاع مارغرين ولا زبده اللي عندكم خدموا بها. ايوا نحطها في الكاسرونه تذوب. هنايا نخلط كامل النواشف مع بعضياتهم كما راكم تشوفوا. لازم ندخل هذاك الملح وهذاك السكر والحليب ثاني تاع الغبره كامل ندخلهم في هذاك السميد جيدا. بعد ما ذوبت الزبده نحطها هنايا في الغرفيه اللي عبرتو بها الخطره الاولى هذوك 3 كيلو تاع السميد، يعني نفس الكيلو راح نكملوا بها. هنايا الزبده كي عمرت الغرفيه تاعي جاتني الا ربع، وزدت كملتها زيت بصح ناقص اصبع، ما راحش نعمروها كامل الغرفيه. نعاودوا باش تفهموا، الغرفيه الاولى كنت عمرتها الا ربع زبده، ومن بعد زدت كملتها زيت بصح ما عمرتهاش كامل، ناقص اصبع، تكون ناقصه غير بشويه. ولازم كي نتلمسوها بصباحتينا تكون بارده. هذاك الخليط تاع الزبده والزيت ما نديروهاش وهي حاميه، لازم تخلوها تبرد. وفروا كامل هذيك الكيله تاع الزبده والزيت على هذاك السميد كما قلت لكم. تحكموا هذاك السميد تبسوه مليح مع هذيك الزبده، تمحروه مليح بين يديكم حتى تحسوا هذاك السميد ولا شغل مشمخ. ثم تعرفوا بلي هذيك السميد تشرب كامل هذيك السوائل، هذيك الزبده وهذيك الزيت. نقطه مهمه بس تاكدي بلي البراش تاعك راح يجيكم بالسين غايه ويذوبوا لك في فمك، لازم ديري هذه المرحله شغل تقعدي مليح تحكي ذاك السميد مع الزبده مليح مليح بهذه الطريقه اللي راهي موضحه في الفيديو، نفس الطريقه كما نديرو في المقروط باه البراش تاعك يجوك ناجحين 100%. خدموا بهذه الطريقه وراح تشوفوا البراش تاعكم كيف راح يجيكم من اروع ما يكون. وهذا السميد تاني ما راحش تبيسوه، يعني تخدموه منا، ديروا البراش تاعكم منا يطيبوا، يعني ما راحش يبات معاكم ليله كامله. ولا هذه المرحله ما راحش كامل تخلي السميد تاعك يبات. وانتي تمحري في السميد تاعك وتدخلي في هذيك الزبده وهذاك الزيت مع داك السميد حتى تحسي السميد تاعك تشمخ. تكلي درتي لها الماء وانتي ما درتي لها حتى قطره تاع ماء. وشوفوا لي ثاني كي رايحين نديروا هذه الحركه رايحه تشكل معاكم كره. هنايا تعرفوا بلي راهو واجد. هنايا جبت كيله ناقصه شويه ماشي معمره بزاف. انا هنايا كنت درت الماء الروحه، نتوما تقدروا ديروا خليط بين الماء العادي وماء الزهر. انا هنايا ما كنتش ضفت ماء الزهر باه كشون تفرقي بين البراج والمقروط. المقروط هو اللي يديروا فيه ماء الزهر، والبراج انا ما نبغيش ندير فيهم ماء الزهر باه تجيني بنه الروحه. هنايا نبدا نضيف فيها داك الماء غير بشويه وبالاصابع تاعي ما خلط، يعني ما تعجنوش حتى نتحصل على عجينه طريه نلمها ونخليها تريح. انا كانت دات معايا نص كميه تاع الماء، ما داتليش كامل هذيك الغرفيه، حتى في المرحله الزوجه كملتها كامل. كما شفتوا الغرفيه تاعي ما كانتش معمره بزاف، كانت ناقصه دودوه. هنايا هذه المرحله الزوجه نعاود نحل كامل هذاك السميد، نلقاه ناشف، نحله كامل بهذيك الطريقه ونكمل هذاك الربع تاع الماء اللي كان بقى لي من الكيله الاولى. ثاني حاجه لازم ديروها العجينه تاع المقروط ولا تاع المبرجه، لازم ثاني ما تعجنوهاش، غير بقاو تتلخروا فيها بيديكم، تلموا فيها بالاصابع تاع يديكم. وهنايا في الاخر ضيفوا مغرف صغيره تاع خميره كيميائيه وحاولوا تدخلوها كامل في هذيك العجينه. حاولوا العجينه تاعكم لموها غير بالاصابع باش تبقى لنا كشغل مرمله وهذاك التبسيس تاعها ما يروحش، فكي نجيو ناكلو في البراش تاعنا يجي يذوب في الفم. العجينه تاعكم ما تخلوهاش طريه كامل وما تخلوهاش يعني في نفس الوقت يابسه. وانا كانت تلمت معايا العجينه نقسمها على زوج، لازم يكونوا متساويين. هنايا في سطح العمل باه نقدر نخدم فرشت بابي فيلم رايح يساعدكم بزاف باش تخدموا البراش تاعكم، ورايحه تكون طريقه جد عمليه. لصق زوج في بعضياتهم لازم تكون بالطول كما شفتوا بهذه الطريقه.
ونبدا نطرح في العجينة الأولى، ما خليتها ريح ما والو، مباشرة رحت حليت العجينة، ما عدا في المرحلة الأولى اللي خليتها ريح باه نشوف كمية الماء اللي نقدر نزيدها لها من بعدها. هنايا حلوا العجينة بيديكم كما تقدروا ثاني تعاونوها بالحلال. هنايا لكم الاختيار تبغوا تحلوها بشكل دائري ولا بشكل مستطيل. وكنت جبت أنا الغرز تاع البطانة اللي كنت نحيت منه كامل هذاك العلفة اللي تجي فيه بالزيت وقلعتها له كامل، ومن بعد كي نزلت طريته بالماء. لازم الغرز تاعكم تعجنوه بالماء باه يطرى معاكم. وبالنسبة للغرز تقدروا ديروا نفس الكيلة تاع العجين، تقدروا ديروها كيلة تاع الغرز، ولا اللي ما تبغيش الحلاوه بزاف تنقص غير بشويه. انا الغرز تاعي كنت حليته على الساشي وزدت ضفته فوق هذه العجينه كطبقه ثانيه. بالنسبه للغرز وانتم تعجنوا فيه تقدروا تزيدوا له اضافات كيما القرفه ولا الجنجلان محمص، راح يعطيو بنا بزاف شباب، بصح انا هذه الخطره درت لكم بلا جنجلان وبلا قرفه. هنا نروحوا للطبقه الثالثه تاع العجين باه تسهل علينا الخدمه ثاني، حتى هي نحلوها في ساشيه روحها، نحلوها بنفس الطول تاع العجينه الاولى، ولازم الغرز يكون في وسطهم ويكون ناقص عليهم شويه باه من بعد كي نجيو نبلعوا الغرز تتبلع معنا العجينه. انا بها بصاشيتها نرفدها ونقيسها فوق العجينه، اذا لقيتها نفس الطول تاع العجينه التحتانيه نحبس ما نزيدش نحلها، واذا لقيتها اقل نزيد نحل فيها شويه، وكان نلقاها سوا يعني على حسب العجينه التحتانيه نقلبها فوق الغرز بالطريقه الموضحه في الفيديو. وانا نبدا نجمع في العجينه الاولى التحتانيه والعجينه الفوقانيه ونبلعو على الغرز في الوسط. من بعد كي نجيو نحلوه بالحلال رايح الغرز ما يخرجش معانا وراح يبقى لنا في الوسط ونحافظ على الشكل تاعه. لازم كامل ملح واش نفوتوا عليها ونبلوها جيدا ونحطو فوقها ساشي ونبداو نحلو بالحلال باه خدمتنا تجينا نقيه وتجينا شابه من الفوق. وهنا بالنسبه للسمك تاع البراش نتوما تتحكموا فيه، كاين اللي يبغي البراش تاعه شويه خشين وكاين اللي يبغي السمك تاعه يكون رقيق. نتوما بالحلال حلوه وقلعوا الساشي وبداو تشوفوا، اذا لقيتوا السمك اللي راكم باغيينه حبسوه حتى تحصلوا على النتيجه اللي راكم باغيينها. كي تكوني خادمه الغرز تاعك مليح راح يتمشى معاك بكل سهوله، راح يتمشى معاك مع لاباس ما راحش كامل يغبنك. كيما قلت لكم التمر باه يجيكم طري ويجيكم شباب لازم تعجنوه مليح بالماء، ومن بعد كي نديروا له شويه تاع الزيت ولا مغرف تاع الزبده ولا مغرف تاع السمن راح يبقى لكم هكا طري ويساعدكم في الخدمه. وهنا بعد ما حليت كامل هذيك العجينه تاع البراج انا درت على سمك متوسط رايح شويه لرقيق، كيما قلت لكم نتوما تحكموا فيه، تبغوا تخشنوها تبغوا ترقوا. بالنسبه للتقسيم تبغي تقسمي بالخدمي ولا عندك طابع تاع البراش تقدري تطبعيه بالطابع، لكم الاختيار. لازم كي نقطعهم كل قطعه تكون متساويه والشكل تاعهم لازم يجي شكل مقروطه، وكي تجو تقلعوهم لازم تسقموهم مليح في الجناب ما تخلولهمش هذيك العجينه خارجه باه يجي الشكل تاعهم شباب وراقي. هنايا وانتم تطبعوا فيها لازم ديروا الطاجين تاعكم يسخن على نار متوسطه. انا كان عندي هذا الطاجين ماشي طاجين تاع الحديد، طاجين تاع الطين، لازم عليكم تحموه مليح مليح، هو يبغي يحمى غايه عاد باش تبداو تحطوه في الحبة تاعكم تاع البراج، وكي تشوفوه حمار من تحت وطاب بداو تقلبوا فيه باه ما تتفتتش معاكم كيما نعرفوا هي تجي طريه وما تتشققش ثاني معاكم. خلوها حتى تطيب على الوجه الاول عاد باش تزيدوا تقلبوها للوجه الثاني. هنا بعد ما طابت معايا كامل هذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها. الله يبارك يعني قطعت كميه ما شاء الله كميه كبيره. وهنا للامانه رايحه نفتح حبه قدامكم باش تشوفوها كيفاه جات من الداخل، باش تشوفوا الصدق والمصداقيه تاع الوصفات تاعي. شوفوا الله يبارك يعني كيفاه يجي يتفتت، والغرس الثاني كما قلت لكم يجيكم طري. شوفوا لي لاباط تاعهم كيفاه تجي مرمله وما يجيش ناشف. نتمنى منكم تجربوا الوصفه تاع نهار اليوم وان شاء الله تنجحوا فيها وتنال اعجابكم. واللي وصلت معايا لهذه المرحله من الفيديو ما تنساش دعم القناه بالجيم والاشتراك وتعليق شباب وبارطاجي الفيديو مع الناس اللي عزيزه عليك فضلا وليس امرا. وهنا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، نتلاقاو في روتينات جدد ووصفات جدد. سلام.